ازيكم؟ النهارده عندي فيلم ليكو بحبه جدا، ومن اكتر افلام مشاهده في الكريسماس مهما قدم. بس بصراحه بفضله عن افلام كتير جدا للكريسماس. يلا بقى بينا. ده ارثر حفيد سانتا كلوز اللي هو بابا نويل يعني. وظيفه ارثر هي استقبال امنيات وطلبات الاطفال ويرد على رسائلهم بقى وجواباتهم، ودي بتبقى الخطوه الاولى. وبعد كده بيبعتها لكيش الاقزام بقياده طبعا بابا نويل عشان يوزعوا الهدايا حسب العناوين على كل بيت. وطبعا كل طفل من غير ما حد يلاحظهم. ودي بتبقى المرحلة التالتة، ويدخلوا بقى يشوفوا نسبة طاعة الطفل لأهله وقد ايه هو مؤدب وطفل ملتزم وشاطر، عشان يهدوه حلويات كتير. وبعد ما يخلصوا مهام كلها بيبدأ خطة الانسحاب إلى الزحافة الغير مرئية. دي مع سانتا كلوز جدهم اللي على شكل عجلة الخذلان القديمة، ويطيروا من انجلترا بقى إلى وجهتهم القادمة ألمانيا. الموضوع اتطور خالص عن عجلات بشوية غزلان كده. وده بقى ستيف أخو أرثر، وهو مدير غرفة التحكم العملاقة دي اللي انتوا شايفينها وكل التكنولوجيا اللي موجودة دي. وهو اللي غير توزيع الهدايا، اللي كمية التكنولوجيا اللي انتوا شايفينها دي، وبقى كل حاجة شبه اوتوماتيك كده والكترونية. وهو اللي قدر باختراعاته يوصل لأكبر عدد ممكن من الأطفال عشان يستلموا هدايا الكريسماس. نرجع بقى لأرثر اللي مخربط كده ومش عاقل كده زي ستيف القائد وجده بابا نويل، ويقول لك قزام واخداه مكان للتريقة كده، ولا كأنه حفيد بابا نويل خالص. حتى ستيف بيشعر بالعطف كده والشفقة على عقل أرثر، جسم ولد كبير لكن مخ عيل صغير. وقت ما ستيف والأقزام مستغربين أرثر وبيطردوه من قاعة التحكم، كان في إنذار طوارئ، وهو إن الطفل الصحي. والكارثة إن بابا نويل جوه أوضته وضغط براسه بالغلط على لعبة، يعني هتبقى مصيبة لو شافه. ويبدأ الجندي المقاتل المؤمن بفتح هدية اللعبة المزعجة دي عشان يفك منها البطاريات وما تعملش صوت لما بابا نويل يرفع راسه منها. وفي وقت كل الضغط النفسي والعصبي ده والجميع مشغول، للأسف هدية من الهدايا البسكليتة دي بتقع بره منطقة توزيع الهدايا. ولكن الحمد لله يعني قدروا يشتتوا الطفل بالأصوات والأنوار ويهربوا بنجاح. يلا بقى مفيش وقت كفاية اللي ضيعناه. الكريسماس هيخلص كله مشغول بتوزيع الهدايا لكل الأطفال في كل البلدان، ولكن ما عدا طفل واحد شكله مش هيعيد السنة دي ولا هياخد أي هدية. ولكن الحمد لله المهمة انتهت بنجاح، والأبطال رجعوا القطب الشمالي بنجاح، والمصابين مش كتير قوي يعني. وتحتفل أسرة بابا نويل بنجاح بمهمة الكريسماس السنة دي، وتسليم 2 مليار هدية ل 2 مليار طفل. ودي كده المهمة 70 لبابا نويل. وطبعا ده يعتبر سن التقاعد بالنسبة لهم والمعاش، والمفروض بابا نويل يسلم بقى القيادة لابنه الكبير وهو طبعا ستيف، اللي مجهز كلمتين كده المفروض يقولهم. لكن لا، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. بابا نويل يصدم الجميع ان هو هيكسر القاعدة دي ويكمل سنة كمان. طبعا ستيف اتصدم واتفاجئ اكتر من الجميع، وكأنه وقع عليه الخبر ده كده زي الصعقة. طيب، خلينا بقى نشيل الزعل على جنب، لان عندنا مصيبة كبيرة جدا، وهي ان القزمة برايني لقت الهدية اللي وقعت وقت انشغال الجميع بتوزيع الهدايا. وتبلغ ستيف وارثر وبابا نويل كمان، وبكده رسميا في طفل اتنسى. ستيف كان رأيه قاسي جدا، هو انهم يكبروا دماغهم بقى، كفاية ان احنا وصلنا 2 مليون، مش تفرق من واحد، مش تفرق من هدية يعني. واننا لو رحنا لده، لو يعني رحنا، مش هنلحق الساعة 12، وكمان هنكون دمرنا الطائرة اللي هي الزحافة الإلكترونية الضخمة دي. وللأسف يقتنع بابا نويل كمان بكلام ستيف ويستسلموا للأمر الواقع. ولكن أرثر العطوف الحنين ما يقدرش يطنش الطفل ده وهديته، ولا يقدر يسيب طفل زعلان ويجري على مكتبه ويعرف ان الهدية دي البنوتة اسمها جوين. كان كل امنيتها عجلة بامبي كده بسندات تفرح بيها قدام صحابها، ولكن ما لقيتش حد يفرحها لان الجميع نام واتغطى ولا على بالهم اصلا الجميع ما عدا ارثر المسكين اللي يا عيني بيستعين بخدمات جده نويل، الجد الاكبر في الموضوع ده، اللي على المعاش من سنين، واللي بيتأثر وبيقرر ان هو يساعد ارثر وياخده على اغلى واغنى مكان اللي موجود في ايفي،
أول وأقدم زحافة لجده نويل. مش بس كده لأ، وكمان بيوريله الغزلان السحرية التمانية. طبعا المكان ده سري جدا ومش أي حد يعرفه. كل الناس افتكرت إن الزحافة دي بقت خردة وإن الغزلان دول ماتوا أساسا، ولكن جده نويل مستحيل كان يفرط فيهم. واضح إن جده نويل هيوصل الهدية دي بنفسه ومعاه مساعده آرثر اللي كان خايف في الأول، ولكن على رأي شارل سمعان المغامرة تنادينا. وتنطلق الغزلان السحرية بقيادة جده نويل مع زحافته الأصلية الخرافية السحرية بتاعته، وينطلق التراب السحري على الغزلان اللي بتطير في السماء لأول مرة من سنين اعتزال. ويحكي له جده نويل بقى عن الذكريات وإن أبوه بابا نويل كان مكان آرثر ده زمان وكان بيتعلم على الزحافة، وجده برضه كان بيتعلم من أبوه، وهكذا كل الأجيال بتتعلم على الزحافة لأنهم لازم يبدأوا من الزحافة دي كلها ما عدا ستيف الوحيد اللي ما ركبهاش. لكن هو ارثر جرب الزحافه وطار بيها، ولكن جد نوين من سنين ما طارش، فمش عارف ان الصحراء اتبنت اساسا وبقت ابراج وبيوت ومدن كامله، وفضل يخبط كده ويكسر في الشوارع والبيوت لحد ما للاسف ضاع منه اول غزاله سحريه. ربنا يرجعها بالسلامه بقى. وجد نوين الناصح بيبدلها بغزالة حديد، وبكده بقى عندنا 7 غزلان ونص. جد نويل بقى الناصح يغلط تاني ويوديهم افريقيا بدل ما كان هيوديهم فرنسا. واضح ان هو محتاج يعمل ابديت للخرايط بتاعته شويه، لان اسود الغابه هيعملوا منهم كفته مشويه خلاص، ويهربوا منهم بذكاء ارثر في تنويمهم، ثم ذكاء رايلي القزمه في لف الهدايا اللي خلصت عليهم. ولكن فقدنا 2 غزلان كمان، كده بقى عندنا 5 غزلان بس. ولكن المشكله اللي زعلت جد نويل هي كاميرته اللي باظت اثناء الهروب من الاسود، واللي للاسف طلع محتاجها عشان يصور تسليم الهدية لجوين، ويغيظ بقى ستيف ويغيظ بابا نويل ويتفخر بنفسه، يعني طلع زيهم عايز مصلحته وخلاص، عكس أرثر تماما اللي كان كل همه البنوتة وبس. ولكن مش مهم، ادينا وصلنا خلاص اخيرا وهنسلم الهدية ونخلص من كل الازعاج ده. ولكن في بسكليت اصلا في اوضة الطفل ده. ايه ده؟ دي مش فرنسا، ده المكسيك يا هادي النيلة. عنوان غلط تاني. بس لا، المرة دي غلطة أرثر. المرة دي هو اللي بحث بالغلط في جهاز الخرايط. والكارثة الأكبر إن كل ده كانوا متراقبين، وكل الإعلام بيتكلموا عنهم وعن الغزلان السحرية والإطار اللي كان بيطير ده والحيوانات اللي بقت تطير وغيره وغيره من كمية الكوارث اللي عملها جد نويل، واللي يعني بقت سيرتهم كده على كل لسان. ولكن كل ده مهمش ارثر اللي لسه مصمم يوصل البسكليتة للبنوتة جوين. وهوب يجي لهم مكالمة من ستيف المتعصب على الاخر، ويزعق لهم كده بقى ويأمرهم بالرجوع فورا. وكفاية بقى المصايب اللي حصلت والفضايح اللي اتشافت، وان يا ارثر البنوتة دي ولا على بالهم اصلا، ولا فرقة معاهم، ولا فرقة مع بابا نويل ولا جد نويل ولا ستيف ولا اي حد من العيلة غيرك انت وبس. وتقع بيهم الزحافة. بابا نويل وستيف بيواجهوا مشكلة الأقزام المنزعجين جدا من إهمال وعدم مبالاة لستيف ونويل، وعشان كده ستيف قرر يريح دماغه من كل ده تماما ويسيب القيادة بقى لبابا نويل. كل ده وآرثر ما زال على مبدأه، هيوصل الهدية يعني هيوصلها، خصوصا بعد ما عرف ان الغزلان بتفضل تطير كده حوالين بعضها وتلف في السماء، ويستنى آرثر اللحظة المناسبة وفعلا يقدر يشبك نفسه فيها ويقدر يسيطر على الغزلان اللي كانوا بيجروا بيطيروا زي التيران كده، ويرجع بقى ينقذ جد نويل ورايلي القزمة. ومن ناحية تانية أخيرا بابا نويل حس بتأنيب ضمير كده، خصوصا بعد ما شاف قد إيه آرثر بيحبه، بيحبب الأطفال فيه، وقد إيه إن هو عظيم جدا في نظره وفي نظر كل الأطفال وحتى في نظر كل الأقزام. ويتحمس بابا نويل بقى كده ويركب الزحافة الإلكترونية بتاعت ستيف ويحاول يقودها كده، لكن بيقعد يخبط كده في الكهف، ولكن ستيف يقول له دي بتاعتي انا، ولو في حد هيوصل الهدية النهاردة يبقى انا، وبعدها نبقى ننقذ بقى ارثر وجده اللي يا عيني مش معاهم خريطة. لكن جده بيلجأ ان هو يستعين باكبر خريطة، وهي الكرة الارضية نفسها من الفضاء طبعا. ولكن اثناء اختراع الكرة الارضية التاني بتضيع منه باقي الغزلان وما بقاش معاه ولا غزالة. لكن جد الغزلان دول ابو قرن واحد ده يرجع لذكريات الماضي بقى ويقود الزحافة اللي اخيرا وصلت فرنسا بعد فوات الاوان شوية. خلاص الجيش ورا الزحافة
الزحافة يضرب صواريخه، ودي تبقى نهاية ايفي الزحافة الأصلية التاريخية. وداعا بقى يا ايفي كده كانت آخر مرة تطيري فيها. ويكمل آرثر مشواره بالبسكليتة عشان يوصل قبل ما البنوتة تصحى. كل ده طبعا أمام عيون جميع الأقزام اللي بيهتفوا باسمه، وكمان قدام أسرة بابا نويل الفخورين ومبهورين بيه جدا. ازاي آرثر اللي كان بيخاف من كل حاجة بقى شجاع جدا كده وبيخاطر بنفسه عادي. ورايلي اللي بتعيد لف بسكليتة تاني أحسن من الأول كمان. وخلاص هانت وصلنا بيت جوين، ورايلي بتلف آخر لفة للبسكليتة خلاص، وبيلاقي مساعدة من زحافة ستيف تغطي نور الصبح عشان جوين ما تحسش انهم اتأخروا عليها. يدخل آرثر بيت جوين، لا ده مش آرثر وبس، ده يا عيني عيلة بابا نويل كلها بتتسابق عشان تسلم من هدية أمام الأقزام، يعني شوية شو كده. ولكن بابا نويل بيديها لآرثر لأن هو فعلا اللي يستحق ان هو يسلمها لجوين بعد كل المشوار اللي هو عمله ده، كل المخاطر اللي هو تعرض لها. ويتفرج الجميع على فرح جوين بالبسكليتة. بابا نويل أول مرة في حياته بعد 70 سنة يشوف طفل بيستلم هدية قدامه. وستيف مشاعره في التلاجة أصلا ولا فرقة معاه. فمتهيألي كده عرفنا مين هو بابا نويل الجديد، مين أكتر واحد كان حريص على هدية جوين وفرح بفرحتها وضحكتها بتلمع في عينيه. وبكده تمت المهمة بنجاح، تم توصيل 2 مليار هدية بالكامل المرة دي. مبروك بابا آرثر نويل الجديد. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله عام 2023 تكون أفضل من السنين اللي فاتت، بالذات إن الكام سنة اللي فاتت دولت كانوا صعبين جدا جدا، سواء علينا في مصر أو على العالم كله بصراحة يعني. فأشوفكم في فيلم جديد إن شاء الله. أخوكم مؤمن، مع السلامة.